النهارده هنتكلم عن مرض وهو مش منتشر لكنه موجود بشكل كبير، واصحابه بيعانوا كتير جدا لانه اي حاجه بياكلوها تتعبهم واي حاجه بيشربوها ممكن تتعبهم وهم ما بيبقوش عارفين. المرض ده هو مرض القولون التقرحي، وده مرض بيكون التهابات مزمنه بتصيب الامعاء الغليظه، وده بيتطلب تغذيه متخصصه لتقليل الالتهاب وتخفيف الاعراض ودعم صحه الجهاز الهضمي عند المريض. من النظام الغذائي في الحاله دي هو ان احنا بنقلل الالتهابات عشان نحسن فرص الشفاء، نقلل التهيجات، وللاسف نعوض فقد المغذيات بسبب سوء الامتصاص والاسهال اللي بيحصل كتير جدا 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 للمريض ده، ونرفع له من الطاقه ومن المناعه بتاعته. فالاطعمه المناسبه لمرضى القولون التقرحي لازم تبقوا مركزين وبتكتبوا معايا الكلام ده، لان ده ما فيهوش هزار يا جماعه، لان المريض ده مجرد ما بياكل حاجه بره الليسته بتاعته بيبقى تعبان جدا، وفي منهم اللي مش بيعرف ياكل خالص. فهنبدا بالاطعمه سهله الهضم اللي هي الرز الابيض والمسلوق، البطاطا المسلوقه او المهروسه، الخبز الابيض، المكرونه من غير صلصه تقيله، ممكن تبقى طماطم خفيفه بس من غير تسبيكه، الموز المستوي، والتفاح المقشر او المسلوق. وبعدين هناخد بروتينات تكون قليله الدسم وقليله الدهون، بمعنى الفراخ تكون ما فيهاش جلد، مشويه يا مسلوقه، ولا بقى دبوس مقلي ولا شم الزيت ولا الكلام الفارغ ده، ما ينفعش، ده غلط جدا جدا على المريض. تاني حاجه السمك الابيض، يعني البولتي، سمك القد، ده ممتاز، او الدنيس او قشر البياض. كمان البيض يكون يا مسلوق يا يكون مهروس، وممكن تاخدوا بروتينات الصويا بتبقى كويسه معاهم. بعد كده بناخد دهون صحيه، يعني ناخد بقى زيت زيتون، زيت جوز هند، ناخد افوكادو بس بكميات مش كبيره، وناخد اهم حاجه منتجات البان قليلة اللاكتوز أو فري لاكتوز، زي الزبادي اليوناني، الحليب الخالي من اللاكتوز، أجبان طرية بقى زي الجبنة القريش وريكوتا. ندخل بقى في السوائل المهمة جدا، مية كتير، ممكن نشرب بابونج، نشرب نعناع. الشوربة بتاعتنا تبقى بمرق الدجاج أو شوربة لحمة خفيفة، مش عايزين نخش في شرب دسمة ولا ضاني ولا الكلام من ده، ما ينفعش. الأطعمة بقى اللي لازم يوقفها تماما وما يقربش منها، تاني هنقولها برضو ورا بعض عشان اللي مش عارف حاجة يبقى عارفها. أول حاجة الأطعمة المقلية والغنية بالدهون، تاني حاجة التوابل الحارة، ومن الحاجات الخطيرة جدا 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 الكحوليات، بتزيد الموضوع جدا 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 جدا، فتتجنب الكحول. والقهوة والشاي على الريق غلط تماما، بيعمل مشكله. وعايزه اقول ان في خضروات برضو ممكن تتعبوا شويه، زي مثلا البروكلي والقرنبيط، هو ما ينفعش يستحملهم، او مثلا التوت والعنب، برضو القمح الكامل والشوفان مش دايما هيبقوا كويسين. وطبعا بالنسبه له الفاصوليا والعدس والكرنب والبصل والثوم، الحليب الكامل، الاجبان بانواعها، لازم ما ياكلش مره واحده، لازم يقطع وجباته على مدار اليوم، لازم يتجنب الوجبه الكبيره. طب اثناء بقى الاتاكس، الناس اللي عارفه قولون التقرحي عارفه ان هو بيجي اتاك ويروح ويجي، لازم اثناء التهيج تبقى السوائل بتاعتنا شفافه بس، يعني ما تاكلش شوربه مش دسمه، ميه، ولازم يمضغ الاكل كويس جدا 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 جدا، علشان ده بيقلل من هضم الاكل، وما يعني ما ياكلش بسرعه، ما يبلعش على طول، لان الكلام ده بيأثر. لان خلي بالك مهم جدا انك برضو ما تاكلش قبل النوم، عشان ده غلط، عشان ما يجيلكش اتاكس وانت نايم. وتعويض المغذيات دي نقطه مهمه جدا، سواء كان بتابلت او كان باكل. في حالات الاسهال المزمن طبعا لازم بناخد فيتامينات ومعادن، على الاشهر على الاطلاق يعني حديد عشان بيجي لهم انيميا، فيتامين دي، كالسيوم، زنك، مغنيسيوم. في بعض الحاجات الطبيعيه قلتها وهقولها تاني بتساعد جدا جدا في تقليل التقلصات والغثيان والاحساس الترجيع والكلام ده كله، اللي هي البابونج، الزنجبيل، الكركم، الالوفيرا. الحاجات دي ممتازه قوي 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 يا جماعه، وهسيب لكم في الديسكربشن نظام غذائي يناسب حالات القولون التقرحي. واتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليكم، اتمنى ان انتوا تتابعوا مع اخصائي تغذيه يقدر يفيدكم اكتر في حالاتكم، علشان مش كل الحالات زي بعض، لان مش كل الاعراض وكل الاتاكس شبه بعض.